السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلا متابعين؟ في منوعتم محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى عليه يا ربنا في كل وقت وحين. صلوا على الحبيب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين يا رب. اغفر لهم وارحمهم ورحمنا معاهم. النهارده انا جايبه لكم فيديو جديد زي ما انتم شايفين. الرجله دي انا لقيتها في الملوخيه، والرجله مفيده جدا، فقلت اعرفكم بفوائدها علشان تستفيدوا منها. في الدول العربيه كلهم يعني اغلب الدول العربيه بياكلوها، اما بيعملوها على السلطه او بيطبخوها. لكن في مصر احنا الحاجه الوحيده بنحطها للطيور. الحاجه المفيده بنحطها للطيور، ما بناكلهاش. فيلا بينا نخش الفيديو ونشوف ايه فوائد الرجل. الاول اللهم صل على سيدنا محمد. هقول لكم تحذيراتها تاني في اول الفيديو. هو تحذيرات اكل الرجله للحامل: ما تاكلش رجله للحامل، ما تاكلش رجله لانها بتعمل على انقباض الرحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما قلت لكم في المقدمه ان الرجله مفيده جدا، واحنا في مصر للاسف ما بناكلهاش، احنا بنحطها للطيور وبس. بس انا اعرف ان الرجله مفيده جدا من زمان، بس للاسف هنا ما بلاقيهاش قد كده. دول اللي لقيتهم في الملوخيه زي ما قلت لكم. انا كان جدا الله يرحمه كان دايما لما يجي عندنا البلد ويخش الجنينه ويلاقي رجله كان يجيبها ويخلي والدتي تطبخها. فقلت ما اشوف ايه فوائد الرجله ديت، فلقيت لها فوائد كتير جدا. زي ما انتم عارفين قبل كده انا عملت لكم فيديو عن انها بتمنع الشياطين من دخول البيت مع قراءة سورة البقرة. لكن النهارده فوائدها بقى في الاكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فوائد الرجلة بقى في الأكل إنها غنية جدا بالكالسيوم. طبعا احنا محتاجين كلنا الكالسيوم دلوقتي، وحاجة هي رخيصة وبتطلع كده في قلب الزرع، يعني مش محتاجة. بس لما يعرفوا أكيد فوائدها في مصر هيبيعوها، وهيبيعوها غالية كمان يعني. ربنا يلطف بينا. غنية جدا بالكالسيوم وبالحديد، وفيها فيتامينات كتير ومعادن، من أهمها فيتامين بي وفيتامين ج وفيتامين ب. وكمان غنية جدا بحمض الأسيليك، وفيها نطريات البوتاسيوم وكلوريدات البوتاسيوم وكبريتات البوتاسيوم، يعني غنية جدا بالبوتاسيوم جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلش محمد ما بيقعدش. كمان مفيدة جدا لقرحة الأمعاء والتهابات الأمعاء. وكمان فيها فايدة جدا للنساء اللي دايما عندهم نزيف، فإنها بتعمل على انقباض الرحم ويعني وبتقلل من حدة النزيف. وهي كمان باردة، يعني العروق بتاعتها والأوراق بتاعتها باردة، بتحمي من العطش وبتبرد البدن وترطب الجسم. دي في المناطق الحارة بيحبوا ياكلوها جدا، لأنها بتعمل على ترطيب الجسم وبتقي من العطش في المناطق الحارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان لقيت في كتاب الطب للامام السيوطي رحمه الله عليه انها بيقول لك ان لو بيقول لكم ان لو خدتها وحطيتيها في طبق كده جنبك على الفراش او فوق راسك وانت نايمه، ما بتشوفيش احلام مزعجه. دي انا ما جربتهاش، بس انا بقول لكم فوائد الرجله لان انا بحب الرجله جدا. زي ما قلت لكم ان جدي كان دايما بياكلها يعني، وكان بيخلينا ناكلها. كمان مفيدة جدا في حالات الإسهال الشديدة والمعدة والقلب، بتقوي القلب. وانتوا عارفين الظروف اللي عندي، فانا بدور على اي حاجة بتعمل لتقوية القلب. وكمان بتعمل على تفتيت حصى الكلى، على تفتيت حصى الكلى. وكمان مفيدة جدا في الحرق، في الحروق. لا قدر الله لو حد اتلسع ولا اتحرق ولا حاجة، تجيب الأوراق بتاعتها والعيدان وتهرسيها جدا وتعملي بها كمادات على الحرق. احنا قلنا انها هي باردة،
فبيتبرد مكان يعني الحرق بنسبة كبيرة جدا. واللهم صل على سيدنا محمد. إنها مفيدة في الحرارة الشديدة، وزي ما قلنا إن الأماكن الحارة جدا بيحبوا ياكلوها علشان بتقلل من حدة العطش. وكمان مفيدة في أمراض والتهابات الفم. لو في التهابات في الفم بتاخدي معلقة، بتهرسي الرجل وبتاخدي المية بتاعتها مع معلقة عسل وتتمضمضي بيها، فإنها بتشفي بإذن الله من التهابات الفم، والشافي هو الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان بتمنع من الصداع، انها بتشفي من الصداع وبتشفي من الاورام الحاره والرمد في العين والحكه زي ما قلنا لو في حاجه في الجلد في الامراض الجلديه. وكمان بتفتت حصى الكلى والبواسير، مفيده جدا في علاج البواسير والام الاسنان زي ما قلنا لو عملت كمادات. وكمان هي مفيدة جدا للي بيعانوا من مرض الاسكربوط، لانها فيها فيتامين ج بنسبة كبيرة جدا. وكمان مفيدة في امراض الكبد وعسر التبول وامراض المثانة والرئة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وكمان بتعالج الالتهابات الجلدية، ان بتعملي بها كمادات على المناطق المصيبه من الجلد، وان الاوراق والعيدان تهرسيها وتاخدي تعمليها كمادات. دي كله في الرجله الخضراء. اما بقى بذور الرجله هي مرطبه جدا، لو خدت بذور الرجله وغليتيها وشربت ميتها هي مرطبه للجسم برضك ومضره للبول، وبتشفي من التهابات الامعاء منها الديسنتريا والاسهال المخاطي، وربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بقى في الطب الصيني بيستعملوا الرجله للالتهابات الزائده الدوديه، وكمان بيستعملوها كترياق للدغات الافاعي والعقارب، انهم بياكلوها اللي هو لو حد يعني والعياذ بالله أفعى سمامته أو عقرب، فبيعملوها ترياق لها، بياكلوها ويهرسوها ويحطوها برضك على المكان اللي اتلدغ فيه. وكمان بتستعمل زي ما قلنا في الأمراض الجلدية وخفض الحمى، وبتستعمل في علاج الاتدان. لكن في حاجة مهمة جدا، التحذير من أكل الرجلة للحامل. الحامل ما تاكلش الرجلة لأنها بتعمل على انقباض الرحم زي ما قلنا، ودي بيبقى خطر على الجنين وعلى الحمل. أو الرجالة كمان إنها بتأثر على اللهم صل على سيدنا محمد على العلاقة الجنسية يعني. فالرجالة ما تاكلش رجلة كتير ولا الحامل. ويا رب تستفيدوا من الفيديو ولو بمعلومة بسيطة جدا، وأكون فدتكم فيه. يا رب جزاكم الله عنا كل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي الرجله انا لقيتها في الملوخيه. الرجله دي مفيده جدا جدا جدا، وغنيه جدا بالاوميجا 3 اللي احنا محتاجينها. للاسف احنا هنا في مصر بناكلها للطيور بس، احنا ما بناكلهاش، بس في جميع الدول العربيه بياكلوها، ومفيده جدا جدا جدا. انصحكم باكلها. الاول اللهم صل على سيدنا محمد. هقول لكم تحذيراتها تاني في اول الفيديو. هو تحذيرات اكل الرجله للحامل، ما تاكلش رجله
للحامل ما تاكلش رجله لانها بتعمل على انقباض الرحم،